وفاش طلق صاحبته كدير شي حركات في شي شكل، وبعد شويه بدات كتجي لعندو بطريقه غريبه بزاف. فاش وصلت كان وجهها كيخلع وفي لحظه هجمت عليه، وبعد معاناه قدر سوزوكي يدخلها للدار وكانت قويه بزاف وما قدرش يسد الباب. حاولت تعضو ولكن بالغلط عضات الباب بجهد حتى طاحوا لها اسنانها كاملين. تصدم خونا من هذا الشيء وبقى غير كيشوف، وهي تشدو ودخلته للدار وشدت الباب. هجمت عليه مره اخرى وهي كدير حركات غريبه وقدرت تعضو من يديه، وفاش دفعها طاحت عليه شي حاجه حاده وماتت. خاف سوزوكي من هذا الشيء اللي وقع وخرج من الدار بالزربه وهو هاز البندقيه ديالو. وفي طريقه للمكتب شاف عاوتاني طائرات حربيه كثيره طايره في السماء، وعرف ان الامور خرجت على السيطره بسبب هذا الفيروس. فاش دخل المكتب لقى المدير واقف وعامر دم، وبقى صاحبنا كيهدد في سوزوكي وكيسولو واش حتى هو تصاب. في نفس اللحظه اللي خرج عندهم صاحبهم الاخر هو مخشي فيه موس في قلبه، وهنا المدير هجم عليه وبقى كيضربه بالعصا حتى مات. وقال لسوزوكي ان الفيروس انتشر بسرعه كبيره في المدينه، وراه اللي تعظمت شي واحد مصاب كيولي زومبي بحاله. هنا سوزوكي تخلع بزاف فاش تفكر العضه اللي عضاته صاحبته، ولكن لحسن الحظ ما خلات فيه حتى جرحه حيت ما كانش عندها سنان في ذاك اللحظه. ولاحظ ان المدير هو اللي معضوض من رجليه، وفجاه بدا كيدير اصوات غريبه وبدا كيتحول لزومبي. وهنا المدير قرر يقتل راسو باش ما يتحولش. في نفس اللحظه اللي خرجت وحده خدامه معاهم وحتى هي متحوله، خاف سوزوكي بزاف وخرج بالزربه من المكتب. وهنا كانت الصدمه القويه، في ساعات قليله المدينه كامله رجعت فوضى ودمار بسبب الفيروس. شيكي جري